اكيد طبعا لو انت شغال اونلاين فانت بتتعامل مع الباي بال، وحرفيا الباي بال ده عقده عند ناس كتير جدا، لانهم ولا لاقيين فيزا يربطوها بيه ولا عارفين يسحبوا فلوسهم باي وسيله، وعايز وسيله سهله وامنه يقدر يسحب بيها فلوسه من الباي بال عليها. لو تفتكروا الفيزا الافتراضيه اللي كلمتكم عليها قبل كده، واللي هي فيزا كاست اللي ظاهره قدامكم في الفيديو ده، واللي من نوع كي كارد، كانت بتديك 3 شهور مجانا، وبعد كده من اول الشهر الرابع ب 18 دولار سنويا. لكن حاليا خلوا في رسوم لتاني فيزا والكلام ده كله 20 دولار بس. ايا كان، سواء بقى انت لحقتها بشكل مجاني او بتشتريها حاليا ب 20 دولار، فانا هسيب لك كود الخصم اللي هينزلها لك ب 16 دولار وظهر قدامك على الشاشه. مش ده بقى موضوعنا ان انت مهما دفعت فيها من رسوم فهي هتوفر لك اضعاف كده قدام، لاني هوريك تجربه ربط وتفعيل الباي بال بالفيزا دي، وهقول لكم مفاجاه كبيره جدا بخصوص رسوم السحب من الباي بال على الفيزا دي، لاني هجرب معاكم تجربه حيه، وانت ساعتها هتقرر بنفسك يا اما تجيبها يا اما ما تجيبهاش. وبالمناسبه هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو، وزي ما قلت لكم هيديكوا خصم 20% على اي نوع بقى، سواء الافتراضيه اللي هتكلم عليها في الفيديو او الفيزا الحقيقيه اللي انا بعلن في الفيديو ده ان انا استلمتها ووصلتني لحد باب البيت بالدي اتش ال، وسعرها 100 دولار. لكن لو سجلت من الرابط اللي في وصف الفيديو او حطيت الكود اللي ظاهر قدامك ده، بينزل سعرها ل 80 دولار بس، يعني بتوفر 20 دولار كاملين وبتوصلك لحد باب البيت. وبالتالي كده لو سافرت اي بلد او اي موقع محتاج فيزا حقيقية تتعامل بيها، فالفيزا دي هتسهل لك المواضيع كلها. لكن انا اللي هتكلم عليها في الفيديو ده هو الفيزا الافتراضية، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هتكلم على الفيزا الحقيقية. يلا بينا بقى نعرف ايه المفاجأة اللي مخبيها لنا فيزا كاست مع الباي بال بالتجربة الحية. زي ما انتم شايفين انا دخلت دلوقتي على تطبيق كاست، بعد كده بضغط فوق على اللي هو شعار البطاقات ده، بعد كده هنا بيفتح لي البطاقات المسجله عندي، فانا هختار البطاقه الاولى، بضغط هنا على شو ديتيلز، بعد كده هنا بيحمل معايا زي ما انتم شايفين اهو، ظهر معايا ال 16 رقم بتوع البطاقه وتاريخ الانتهاء والرقم السري. باجي هنا وبعمل نسخ لل 16 رقم، وبعد كده بروح هنا على الباي بال عندي. زي ما انتم شايفين انا عندي على الباي بال حوالي 5 دولار و3 سنت. الاول انا عايز اربط البطاقه بتاعه كاست بالباي بال بتاعي، فاول خطوه ليا ان انا هاجي اعمل اضافه بطاقه او حساب بنكي، وبعد كده هنا هختار ربط بطاقه سحب او ائتمان. زي ما انتم شايفين انا حطيت اهو بيانات البطاقه 16 رقم والرقم السري وتاريخ الانتهاء، وطبعا عنوان الفوتره اللي هو عنوانك اللي انت ساكن فيه. بعد كده هنا بيقول لي انت عايز تستخدم البطاقه دي للتحويلات التلقائيه، فانا هعمل صح عليها. شرط واحد ان انت يكون معاك فلوس على فيزا كاست عشان تحصل معامله الخصم بتاعه تاكيد الفيزا على الباي بال. بعد كده هنا هضغط على ربط البطاقه. بعد كده هنا بيقول لي سنؤكد بياناتك. المفروض هنا بيبعت لي زي تاكيد كده على تطبيق كاست بحيث يتاكد ان انا صاحب البطاقه. زي ما انتم شايفين فعلا ظهر لي زي اشعار كده على الموبايل ان في معامله على بطاقه كاست، فانا المفروض بضغط على الاشعار ده. هو ده الاشعار اللي ظهر لي على تطبيق كاست، البطاقه المنتهيه بالاربع ارقام دول، والمعامله على الباي بال، والبلد كذا، والفلوس اللي هيخصمها هي المبلغ كذا. بضغط هنا على ابروف. زي ما انتم شايفين تم الموافقه على المعامله. خلينا بقى نرجع للباي بال. هنا هنلاقيه بيحمل معايا اهو. زي ما انتم شايفين تم تاكيد البطاقه بنجاح بدون اي مشاكل. بضغط هنا على تم. هنا هاجي اعمل تعيين للاسم المستعار بالبطاقه عشان تبقى باينه قدامكم ان هي البطاقه بتاعه كاست. هعمل لها حفظ هنا. عايز تخليها للتحويلات التلقائيه ولا لا، فهعمل هنا تحديث واختار البطاقه بتاعه الكي كارد ان هي تبقى للتحويلات التلقائيه، وبعد كده هعمل هنا حفظ. زي ما انتم شايفين تم اعداد البطاقه بتاعه الكي كارد للتحويلات التلقائيه. زي ما انتم شايفين وانا بعمل معاكم الفيديو وصل لي ال 13 سنت اللي اتخصموا مني من شويه على تطبيق الكاست. النهارده يوم 1 ديسمبر الساعه 1 الصبح و34 دقيقه. كل المطلوب مني استنى بقى ليوم 1 العصر كده واشوف الايميل اللي هيوصلني على الايميل المربوط بالباي بال، هل هينجح التحويل التلقائي ولا لا، واستنى بقى كام يوم كده واشوف هل فعلا الفلوس هتوصلني على تطبيق كاست من الباي بال ولا لا، ورسوم قد ايه. زي ما قلت لكم من شويه انا كنت المفروض استنى على العصر، وبالفعل على الساعه 4 ل 10 كده العصر وصلني ايميل على الايميل المربوط بالباي بال بيقول لي انه نجح التحويل التلقائي بمبلغ 5 دولار و3 سنت. وصلني ايميل تاني بيقول لي انه الفلوس وصلت بنجاح للفيزا
المفروض ان هي تبقى في حسابك البنكي دلوقتي، والرسوم صفر لان ده تحويل تلقائي. هنشوف بقى فيزا كاست هل بتاخد رسوم على التحويل من الباي بال ولا لا. انا عايز اقول لكم بعدها بيوم بالظبط وصلني اشعار من كاست ان في مبلغ دخل حسابي من الباي بال. بفتح كاست كده وببص لقيت ريفند على الفيزا كذا من الباي بال. طبعا معاملة الباي بال بتتعامل على اساس ان هي ريفند، يعني فلوس راجعة من الباي بال. فلما دخلت على المعاملة لقيتها فعلا $5.03، وبالتالي كده فيزا كاست بتفعل الباي بال تفعيل كلي، يعني مش شراء بس، تقدر تستقبل عليها وكمان بدون سنت واحد رسوم. في وقت تصوير الفيديو انا بعت $5.03 ووصلني نفس المبلغ. ما اعتقدش ان انت هتلاقي فيزا تانية بنفس الامكانيات دي. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.